بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا مدير مدرستنا، صباح الخير يا معلمين الأعزاء، صباح الخير يا زمايلنا. صباح النور والأمل. اليوم هو الخميس 30 من أكتوبر 2025. إذاعتنا المدرسية اليوم مميزة جدا، سنتحدث فيها عن حدث كبير ومهم في بلدنا مصر. نعم يا زميلتي، بناء على توجيهات السيد وزير التربية والتعليم سنتحدث اليوم عن صرح عظيم سيفتتح يوم السبت القادم، إنه المتحف المصري الكبير. هيا بنا نبدأ برنامجنا لنتعرف على هذا المكان الرائع. خير البدايات فقرة القرآن الكريم، وأفضل ما نبدأ به يومنا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. صدق الله العظيم. والآن مع الحكمة وتقدمها لنا الطالب. من ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل، فالحفاظ على تاريخنا هو الحفاظ على هويتنا. والآن مع كلمة اليوم بعنوان لماذا نفخر بالمتحف المصري القديم، يقدمونها لنا الطالب والطالبة. زملائي الأعزاء، هل تتخيلون بيتا كبيرا جدا هو الأكبر من نوعه في العالم، يبنى خصيصا ليحفظ كنوز أجدادنا الفراعنة؟ هذا هو المتحف المصري الكبير، إنه هدية مصر للعالم كله. هذا المتحف موجود بجوار أهراماتنا العظيمة في الجيزة، وعندما يفتتح يوم السبت القادم سيأتي إليه الناس من كل مكان في العالم ليروا عظمة تاريخنا. سيشاهدون لأول مرة كل كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد، وسيرون تماثيل ضخمة وآثارا مدهشة تحكي قصص أجدادنا. هذا المتحف ليس مجرد مبنى، بل هو دليل على أننا المصريون نحب تاريخنا ونفخر به، ونريد أن نحافظ عليه ليتعلمه أولادنا وأحفادنا أنه فخر لنا جميعا. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، صباح يحمل عبق التاريخ ونفحات المجد، صباح مصري يفيض فخرا بحضارة علمت الدنيا معنى الفن والعلم والبناء. حديثنا اليوم عن أحد أعظم المشروعات الحضارية في القرن ال21، عن صرح ينتظره العالم بشغف وإعجاب، إنه المتحف المصري الكبير. يقع المتحف المصري الكبير على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، وكأنه امتداد طبيعي لتاريخ عريق بدأ منذ آلاف السنين. فهو ليس مجرد متحف، بل أكبر من متحف أثري في العالم، مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، تلك التي ما زالت تبهر كل من يحاول أن يفهم سرها وجمالها. يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية تروي فصولا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني والروماني، من بينها 50,000 قطعة أثرية ستعرض لأول مرة. ومن أبرز ما يميزه أنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك قبل أكثر من 100 عام. كما يحتوي المتحف على قاعات عرض ضخمة ومراكز للترميم ومناطق تعليمية وثقافية وحدائق ومساحات عامة تجعل منه مدينة متكاملة للفن والتاريخ والمعرفة. والحدث الذي يملأ قلوبنا فخرا هو أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه رسميا يوم السبت المقبل في احتفال عالمي ضخم تتجه إليه الأنظار من كل أنحاء العالم لتؤكد على تصدر مصر المشهد الثقافي والحضاري. المتحف المصري الكبير هو رسالة من أجيال الحاضر إلى أجداد الماضي، تقول لهم لن ننسى ما صنعتموه وسنحافظ على تراثكم بكل حب واعتزاز. وهو أيضا رسالة
من مصر إلى العالم أجمع تقول فيها هنا بدأت الحضارة وهنا ستبقى إلى الأبد. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، المتحف المصري الكبير لا يضم فقط آثارا خالدة، بل يعكس ملامح هويتنا المصرية الأصيلة، ويعلمنا أن التقدم لا يتحقق إلا إذا احترمنا تاريخنا العظيم فلنرفع رؤوسنا عاليا. فاليوم نتحدث عن ماض صنع المجد وغدا يصنع الأمل. ومع افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل نثبت للعالم أن مصر لا تزال وستظل دائما منارة الحضارة وموطن العظمة والخلود. وفي كل يوم جديد تزداد مصر إشراقا بمشروعاتها القومية وحفاظها على تاريخها العريق. فلنفتخر جميعا ببلادنا ولنجعل من هذا الحدث العالمي مصدر إلهام يدفعنا لمواصلة بناء مستقبل يليق بعظمة ماضينا، ولتغرسوا في أعماقكم الإيمان بتاريخ وطنكم العريق ومجده الخالد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والآن مع هل تعلم السريع. هل تعلم أن المتحف المصري الكبير هو واحد من أكبر المتاحف في العالم كله؟ هل تعلم أن تمثال الملك رمسيس الثاني الضخم هو أول من يستقبلك عند مدخل المتحف؟ هل تعلم أن المتحف سيضم 5000 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون وحده؟ هل تعلم أن بناء هذا المتحف العظيم هو مشروع مصري كبير يظهر قوة بلدنا وحرصها على تراثها؟ والآن نصغى إلى تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم نجدد بها الإيمان ونتذكر أن ما نراه اليوم من حضارة ومجد في افتتاح المتحف المصري الكبير إنما هو من فضل الله وعونه للإنسان العامل والمجتهد. فليتفضل القارئ الكريم بتلاوة من القرآن الكريم، بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ومع الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وفي نهاية برنامجنا الإذاعي ندعوكم جميعا للفخر ببلدنا مصر بتاريخها العظيم وبمتحفها المصري الكبير. فلنحافظ على بلدنا وعلى آثارنا ولنجتهد في دراستنا لنبني مستقبلا عظيما كما بنى أجدادنا ماضيا عظيم. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم يوما دراسيا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدك جنبك نشيد ابتدي. بلادي لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد أمني مثل الآيات. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. الله أكبر الله أكبر، فيها السماء على الوطن، فيها القلب غالي يا طالب مصر، حي عالم بلادك بحبك وفؤادك، بترديد النشيد مستشهدين قائلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحت جمهورية مصر العربية، تحت جمهورية مصر العربية، تحت جمهورية مصر العربية.